السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة فوائد شحم الجمل. اليوم غادي نوريكم كيفاش دوب تشحم الجمل خطوة بخطوة. باش تعرفوا كل شيء من البداية تابعوني، ما تفلتوش السلسلة باش تستافدوا من كل الفوائد الطبيعية اللي غادي نشاركها معكم. هنايا عندي شحمة ديال الجمل، ولكن خاصني نقيها مزيان من كاع داكشي اللي فيها. هنا من بعد ما نقيتها وقديتها وحيدت من هذوك العريقات ديال الدم، اي حاجه كانت فيها الداخل حيدتها. غادي نقطعها لقطع صغيره باش تسهل معايا في عمليه التذويب. ثم كتلاحظوا راه الشحمه ولات نقيه يعني، وحتى الانيه اللي غادي نخدم فيها راه خاصها تكون نقيه وما تكون فيها ولا قطره ماء. ملاحظه ان الشحمه ما كنوصلوهاش، يعني ما خصهاش تكون فازكه نهائيا. هنا درت على نار مهيله لواحد الدرجه ديال تقريبا بحال ما شعلاش العافيه، مهيله تماما. هنا بدات كتذوب مع التحريك المستمر، وضروري عينكم عليها ما تغيبوش عليها باش تنجح معكم الوصفه. هنا هي بدات كتعطينا الزيت ديالها، فوالا هي دابت مزيان. من بعد ما دابت صفيتها وجدت لها هاد القريعه ديال الزاج باش درتها فيها وخرجت معايا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي تشد في راسها وغادي تولي بحال هكذا. وسبحان الله العظيم على لون كيولي فيها ابيض نقي. وان شاء الله راه غادي ندير بها وصفات للطبخ ووصفات ان شاء الله ماسكات ديال الوجه. مهم فيها العديد من الفوائد. تابعوني واشتركوا معايا في القناه وان شاء الله غادي تشوفوا معايا كل شيء.